مساء الفل، ايه الاخبار؟ بص بقى، لو انت مريض حساسيه، عندك جيوب انفيه، بتتعب من التراب، عايش في منطقه فيها تراب، الاختراع اللي هنتكلم عليه النهارده لازم تشتريه. طب ايه هو بقى الاختراع اللي انت لازم تشتريه؟ اير بيوريفاير. يطلع ايه بقى الاير بيوريفاير ده؟ منقي هواء. بيعمل ايه؟ بينقي الهواء، مش محتاج يعني. ده الليفوي كور 300 اس سمارت اير بيوريفاير، واحد من اجمد والطف الاير بيوريفاير اللي انت ممكن تشتريهم. شركه ليفوي اتكلمنا عنهم قبل كده لو انت فاكر في فيديو المراوح، واحده من الشركات العظيمه جدا بصراحه، والمنتجات بتاعتهم شيك كده، بنت ناس يعني، تحب تحطها عندك كده تحسها قطعه ديكور مش مجرد جهاز. وشركه ليفوي بالمناسبه هي شركه رقم واحد في امريكا في صناعه الاير بيوريفايرز. المهم تعالى بقى نعمل انبوكسنج للاير بيوريفاير الكيوت ده. تعالى اشرح لك بقى الجهاز ده بيشتغل ازاي بتوصله، ازاي بتستخدمه، هو بيعمل ايه ووظيفته ايه، كل حاجه بالترتيب. بس لو وصلك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب لو انت مش متابعني عشان تشوفني في الفيديوهات اللي جايه. الفيديو ده حاسه هيبقى كوميدي جدا. الاير بيرفاير الصغير ده يقدر يغطي مساحه اوضه لغايه 50 متر، ويقدر كمان ينقي لغايه 99.97% من الجراثيم والتراب والغبار والروايح اللي موجوده في الهواء. ده بسبب انه بيجي فيه فلتر من 3 مراحل، كل مرحله مخصصه لحاجه معينه، بس هتكلم عليه كمان شويه. الموضوع سهل وبسيط، نمشي خطوه خطوه. انت اول حاجه بتوصل الجهاز في الكهرباء، ومن خلال الشاشه اللي فوق هتقدر تتحكم عن طريق التاتش او اللمس في كل وظيفه من وظائف الاير بيوريفاير ده، زي انك مثلا اول حاجه الاون والاوف. كمان عندك درجات، عندك 3 درجات للتشغيل او 3 درجات للسرعه، تقدر تتحكم فيهم ان انت تختار السرعه اللي على مزاجك. ولكن خلي بالك لما تعلي على اعلى حاجه يبقى صوته عالي شويه، ولكن على اوطى حاجه هتبقى صوته مش مسموع اساسا. وخاصه كمان بالنسبه للصوت، لو انت حاطه في اوضه اطفال او حاطه كمان في اوضه وحد نايم، في وضع اسمه السايلنت. الوضع ده بيخلي الجهاز بيطلع ضوضاء بحد اقصى 22 ديسيبل، اللي هو يعني تقريبا يكاد يكون مش موجود اساسا. وعندك كمان وضع الاوتو، ده بيتعرف من لوحده على جوده الهواء اللي موجوده في المكان، وبناء عليها بيحدد السرعه اللي هو يرشحها ان الجهاز يشتغل بيها علشان يقدر ينقي لك الهواء باسرع وقت ممكن. عندنا كمان زرار للوك، وده حلو قوي لو انت عندك اطفال في البيت عشان محدش يجي ينكش جنبيه، عشان ما يلعبش في الزراير التاتش ويقدر يفضل يغير في الحاجات بتاعته. فانت ممكن تعمل لوك للسكرين اساسا، بالك بقى هو عمل انلوك للسكرين، دي هنمنعها ازاي؟ كمان عندك زرار للتايمر، انت تقدر تظبط الاير بيوريفاير ده يشتغل وقت معين، عدد معين من الساعات، وبعد كده يفصل. ودي كانت اول طريقه تحكم. تاني طريقه ان انت تقدر تتحكم فيه عن طريق الموبايل ابلكيشن من تطبيق بي سينك اللي بنزله على الموبايل، هتلاقيه على البلاي ستور والاب ستور. طبعا الجهاز ده لو عندك انت اجهزه ثانيه من ليفوي هتلاقيها ظاهره لك، وهتلاقي عندك كده مثلا انا في مروحه موجوده عندي من ليفوي هتلاقيها ظاهره. وطبعا انا الجهاز ده لسه ما ظهرش، انا بدوس على علامه البلس او الزائد اللي فوق، وبعد كده بختار ان انا هوصل اير بيوريفاير. هو بيطلع لك الخطوات سهله وبسيطه. اول حاجه بتوصل اير بيوريفاير بالكهرباء، بعد كده بتفضل دايس 5 ثواني على زرار الاون علشان يدخله في وضع البيرنج مود. هو تلاقي الموبايل لوحده او التطبيق بيحس بالجهاز حواليه، فتلاقيه بيشبك معاه على طول، وبيشبك على شبكه الواي فاي اللي انت شابك عليها، وتقدر تتحكم في كل حاجه من انا قلتها في الشاشه اللي من فوق دي بس من خلال الموبايل. كمان بيظهر لك جوده عمر الفلتر الافتراضي بقى كام في المية، بقى مثلا 100%، 90%، 50%، 40%، عشان بعد وقت انت بتغيره. وفي الغالب بيدوم لغايه بحد اقصى حوالي 6 شهور، على حسب برضو جوده المكان اللي انت قاعد فيه او جوده الهواء اللي انت قاعد فيه، كميه التراب قد ايه والكلام ده. طبعا بتغيره، الفلتر ده مش بتغسل، انت بتغيره، بتشتري فلتر جديد. كمان بتقدر تربطه مع اي فويس اسيستنت عندك، اليكسا، جوجل هوم، وتقدر تتحكم فيه من خلال اوامر صوتيه، فالموضوع جامد جدا. كمان الجهاز الكيوت الصغير ده فيه خاصيه جامده جدا، وهي الاير سايت بلس تكنولوجي، ودي اللي بتحس بجوده الهواء يعني عن طريق حسابات وحاجات دقيقه جدا، وبناء عليه بيتم تحديد سرعه الجهاز ده اللي هو يقدر يشتغل بسرعه قد ايه علشان يقدر ينقي لك الهواء اللي في الاوضه في اسرع وقت ممكن. كمان انت بقى بتعرف من خلال التطبيق او من خلال الشاشه اللي من فوق حاله الجو عامله ازاي. هتلاقي عندك فوق بيظهر لك 4 الوان. اول لون اللي هو اللون الاحمر، ده انت قاعد لمؤاخذه انت كانك قاعد في الشارع كده، الجو تراب تماما وكله غبار، وانت قاعد دلوقتي تتنفس تراب بس.
طبعا بعد ما يشتغل شويه هتلاقيه قلب للون البرتقاني، واللون ده بيقول لك يعني الوضع اتحسن شويه. اللون الاخضر بقى بيقول لك ان الهواء دلوقتي بقى كويس وامن ان انت تستنشقه. في بقى اللون الاخير وهو اللون الازرق، وده كده الهواء نقي انقى حاجه في الدنيا، يعني مفيش بعد كده. وكل ده بقى بيتم مع اقل سحب طاقه ممكن. الجهاز الصغنطوط ده بيسحب حوالي 23 واط، يعني اقل من 3 لمبات شغالين مع بعض. فما تشغلش بالك موضوع استهلاك الطاقه ده، عشان هو تقريبا ما بيستهلكش، هو مش تكييف، هو منقي هواء، هو حاجه تانية تماما، مش بيعتمد بقى على كومبريسور وحاجات ده. هو كانها مروحه تشفط الهواء من هنا ويعدي على الفلتر، يتفلتر، يطلع لك من هنا. طيب بالحديث بقى عن الفلتر. الفلتر هتلاقيه موجود تحت ورق الاخرام الكتيره اللي متوزعه داير ما يدور حوالين الاير بيورفاير ده، وده المكان بتاع سحب او شفط الهواء. وعلشان تفهم معايا مدى تاثير الاير بيورفاير وازاي بينقي الهواء وايه سرعته وقوته، دي محاكاه صغيره كده كيفيه عمل الاير بيورفاير. انا جبت بوكس من الاكريليك شفاف عشان تبقى شايف اللي بيحصل جوه، ورحت قافل على الاير بيورفاير، وكمان كنت سايب معاه الفوج ماشين جوه. شغلت الفوج ماشين وفضلت مستني حبه كده لغايه ما البوكس اتملى كله بالبخار زي ما انت شايف كده قدامك. بعد كده من التطبيق على الموبايل شغلت الاير بيورفاير، وفي لحظات انا ما كملتش اصلا كل الدخان اتشفط وطلع مكانه هواء نظيف نقي اللي انت تقدر تستنشقه. دي فكره كده ملخصه وتجربه عمليه عن كفاءه ودور الاير بيورفاير عندك في البيت. وعشان تطلع الفلتر الموضوع سهل جدا، بتقلب الاير بيورفاير، بتلف بس الغطا اللي تحت شمال، بعد كده بتسحب الفلتر، بيتفك معاك الغطا، تركنه على جنب، وها هو الفلتر. الثلاث مراحل اللي انا بكلمك عليه، وكل مرحله منهم هي مخصصه لحاجه معينه. يعني عندنا اول مرحله خالص، المرحله اللي من بره اللي لونها ابيض دي، وهي دي البري فلتر. المرحله دي بقى بتشيل الجزيئات الكبيره اللي في الهواء، ايه تراب، شعر حيوانات، وبر، إيه حبوب اللقاح اللي بتبقى طايره في الهواء، الحاجات دي. ودي بتبقى اول مرحله تنقيه. تاني مرحله تنقيه وهو الفلتر HEPA، وده لو حد فاكر كان نفس الفلتر الموجود في المكنسه بتاعه ليفوي اللي هي الوايرلس فاكيوم كلينر اللي هي من غير سلك، عشان المكنسه وهي بتشفط ما تطلعش هواء من الناحيه الثانيه يكون في غبار. والفلتر بقى ده وظيفته هو ده بقى اللي بينقي 99.97% من الغبار والجزيئات الصغيره قوي 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 اللي بيوصل حجمها ما اعرفش كام مايكرون، حاجه صغيره قوي، هبقى اكتب لك حجمها قد ايه. ده بقى يا باشا بيشيلها. طيب لو في حاجه عدت من المرحلتين دول وهربت، يجي بقى دور المرحله الثالثه وهي الكربون فلتر. ده بقى المسؤول عن اعاده تنقيه الهواء، وكمان بينقي الهواء من الروائح، الغازات الضاره والغير ضاره. مش محتاجين نوضح ايه هي الغير ضاره، بس هي ضاره برضو يعني. وده برضو بينفعك جدا لو انت عندك حيوان اليف في البيت وليه ريحه او بيعمل ريحه في المكان ده. الجهاز ده او الاير بيورفاير ده بيخلصك من الروائح دي عن طريق المرحله الثالثه اللي هي الكربون فلتر. زي ما قلت لك الفلتر بيدوم معاك حوالي 6 شهور لو انت خلاص هو الحاله بتاعته وصلت للماكسيمم، او خلاص يعني بقى الجوده بتاعته قلت، انت بتطلع الفلتر وبتشتري فلتر جديد. طيب دلوقتي انت تمام متكيف ومستمتع من الحدوته دي، قول لي بقى سعر الجهاز الكيوت ده ايه؟ سعر الجهاز ده بالظبط 529 درهم فاصلة 99، معلش عشان بالظبط. وهسيب لك روابط الشراء تحت الفيديو في الديسكربشن من خلال الموقع الرسمي او كمان من امازون الامارات. ولو انت موجود في مصر تقدر تطلبه برده، هتلاقيه موجود على امازون مصر، ولكن هتلاقيه باسعار مبالغ فيها شويه. فحاول لو انت حبيت ان انت تشتريه من الامارات وتتصرف ان حد يجيبه لك معاك، خاصة لو حجمه عامة مش كبير تقدر تحطه في شنطة السفر، مش هياخد مساحة كبيرة. عامة لو حبيت تشتريه هسيب لك رابط الشراء تحت الفيديو في الديسكربشن، وهتلاقي كمان في اول كومنت تحت الفيديو. فاتمنى يكون الفيديو عجبك، واستنى اسمع رايك تحت الفيديو في الكومنتات، وقول لي رايك في الجهاز الجديد ده. حابين نوعية فيديوهات جديدة او اجهزة جديدة بعيدا عن الموبايلات واللابتوبات والهاردوير وكل الحاجات اللي احنا اتعودنا عليها دي؟ لو عجبكم الكلام ده ممكن نكمل فيه. لايكك الجميل، كومنتك، سبسكرايبك الرايق. اشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.